ازيكم يا جماعة؟ معاكم محمد خليفة من قناة خليفة أوتو. النهاردة جايب لكم خبر هايل عن أحدث نظام معلومات وترفيه من بي ام دبليو، وهو بي ام دبليو بانوراميك اي درايف اللي أعلنت عنه في معرض سي اي اس في لاس فيجاس. يعني لو فاكرين الاي درايف القديم انسوا كل اللي تعرفوه. النظام الجديد ده كأنهم عملوا له فورمات كامل وبنوه من الصفر. يلا بينا نفهم القصة. بي ام دبليو ما اكتفتش انها تعمل تصميم جديد لعربياتها الكهربائية، لا دي كمان فاجئتنا بنظام اي درايف الجيل الجديد اللي هو فعلا نقلة تكنولوجية جبارة. اول حاجه خلاص نقول باي باي لوحده التحكم الدواره اللي كانت ظهرت لاول مره سنه 2001. خلاص يا جماعه مفيش حد كان بيحب يستخدمها، عشان كده قرروا يستغنوا عنها تماما. دلوقتي عندك لوحه زجاج بانوراميه قدام السواق بتحط لك كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها زي السرعه، مستوى البطاريه، حتى الماده المتبقيه. وكله ده قدام عينيك على طول، مش في شاشه منفصله. يعني الفكره هنا ايدك على الدركسيون وعينيك على الطريق. وكمان لو مش عاجبك ده بتقدر تختار شاشه اتش يو دي ثلاثيه الابعاد للخرائط والملاحه. باختصار بي ام دبليو بتقول لك احنا هنخلي القياده تجربه مريحه وخياليه. دلوقتي يا سيدي حتى الدركسيون نفسه بقى ذكي، الاضاءات فيه بتشتغل وتطفي حسب الحاجه. مثلا لو جالك مكالمه هتلاقي علامه التليفون منوره اخضر. وكمان في شاشه جديده قريبه منك جدا عشان التحكم يبقى اسهل. وحتى لو عايز تخلي صوره الخلفيه زي كريستيانو رونالدو مثلا النظام برضه هيسمح لك. بس يا جماعه في نقطه لازم نتكلم عنها، عناصر التحكم في التكييف كلها بقت على شاشه اللمس. طب لو انا لابس جوانتي مثلا في الشتاء هل ده هيكون عملي؟ بي ام دبليو بتقول انها درست كل زرار وحافظت على الازرار المهمه زي التحكم في المرايات ومستوى الصوت. بس خلينا صراحه هنشوف النظام ده عملي قد ايه لما ينزل اكيد. والمفاجآت لسه ما خلصتش، نظام التشغيل الجديد ده هيخليك تجرب اكتر من 60 تطبيق زي زوم ميتنج مثلا. يعني ممكن تعمل ميتنج شغلك وانت في الطريق. وكمان المساعد الشخصي بتاعهم بيعتمد على أليكسا، يعني لو قلت له مثلا شغل الوضع الرياضي هيشغل. Activating sport mode. او مثلا وديني لاحسن شاطئ قريب من هنا هيوديك. Hey BMW, take me to the best rated beach nearby. Got it. Getting directions to Sunset Beach. بس هل هيفهم كل اللهجات؟ اكيد هينفع، لان الذكاء الاصطناعي اتطور جدا وبيتطور كمان يوم بعد يوم. واخيرا النظام ده مش مجرد نقله تكنولوجيه، ده خطوه لمستقبل القياده. اول موديلات بي ام دبليو اللي هتنزل بالنظام ده هتكون في 2025 الفئه الكهربائيه الاي اكس 3 او الفئه الثالثه الجديده. قولوا لي رايكم بقى، هل التكنولوجيا دي هتسهل حياتنا فعلا ولا بي ام دبليو بتبالغ شويه؟ اكتبوا لي في التعليقات وما تنسوش اللايك والاشتراك لو الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.